السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم 3 وصفات سهله وايضا تتوجديها في دقائق للفطور او للسحور. بالنسبه للوصفه الاولى فعباره عن تاكوس بحشوه لذيذه بزاف، والوصفه الثانيه عباره عن كيك بالمكسرات وايضا التفاح والقرفه، والوصفه الثالثه عباره عن عصير الافوكادو. هادو هما الوصفات، فابقوا معايا اخواتي باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. وبسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه غنقوموا بالتحضير ديالها هي الكيك. غنحتاجو هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض، غنضيف عليهم كاس مع رش ديال السكر. بالنسبه للكاس غنستعمل كاس ديال العنبه، وغنضيف واحد ساشي ديال الفاني اولا سكر بنكهه الفانيلا، وغنخلط هاد المكونات جيدا حتى يولي ليا الخليط على شكل كريمي. من بعد ما كنتحصل على هذا الخليط كما شفتوا معايا، هذا هو القوام ديالو، غنضيف باقي المكونات. غنضيف كاس عنبه ديال الزيت النباتيه، وايضا غنضيف واحد دانون ديال الفاني، وغنضيف تقريبا ملعقه صغيره ديال الخل، وغنعاود نخلط هاد المكونات جيدا. من بعد غنبدا نضيف النواشف، والان غنضيف الدقيق، وغنضيف 2 ساشيات ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام، اي ما يعادل 14 غرام. صافي وغنخلطو مزيان هاد المكونات. بالنسبه للخليط ما خاصش يكون جاري بزاف، وايضا ما يكونش قاصح. من بعد ما وجدنا الخليط ديال الكيك، خديت هنايا المول ديال الفرن، دهنته بالزبده وفرشته بورق الزبده. صافي غندير الخليط ديالي، وهنايا غناخذ قطع التفاح اللي قطعتهم رقاق وغنستفهم على الكيك. من بعد ما درت التفاح، هنايا غناخذ السكر غنخلطو مع ملعقه ديال القرفه وغنرشو على هذا الخليط. من بعد غنضيف المكسرات، وبالنسبه للمكسرات فدرت هنايا شويه ديال الكركاع، وايضا شويه ديال اللوز وشويه ديال الزبيب اللي قطعتهم لقطع صغيره. من بعد غندخل الخليط ديال الفرن. هنايا البنات نسيت ما صورت، راه ضفت لهم قطع ديال الشوكولاته. صافي وغنتقلوا باش نوجدوا الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن تاكوس. بالنسبه للحشوه غنحتاجوا صدر الدجاج اللي قطعته لقيت على شكل طولي، وايضا غنحتاجوا هنايا 2 معالق ديال الياغورت اولا الزبادي، وايضا غنحتاجوا هنايا شويه ديال عصير الليمون، والقليل من الثوم بودره تقريبا ملعقه صغيره، وايضا غنضيف شويه ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر، وايضا غنضيف شويه ديال الكمون وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الملحه، وايضا شويه ديال الخرقوم، وغنضيف عليهم واحد البصله مقطعه المربعات صغيره، وايضا غنضيف شويه ديال الكاتشوب، وممكن ديروا حتى شويه ديال الهريسه على حسب الاختيار ديالكم. صافي وغنخلط هاد المكونات جيدا. وما تنساوش البنات ديروا شويه ديال زيت الزيتون، راه نسيت ما قلتها لكم. من الاحسن الحشوه ديالكم اللي توجدوها تخليوها ترتاح واحد ساعتين عاد طيبوها. هنايا غنوجدوا ايضا شويه ديال البصله اللي قطعتها المربعات صغيره، غنضيف عليهم شويه ديال الطماطم حتى هي مقطعه المربعات صغيره، وايضا غنضيف شويه ديال الخس، غنضيف عليهم ملعقه كبيره ديال الخل وشويه ديال الملح، وغنخلط هاد المكونات جيدا.
وهنايا غناخدو داك الصدر ديال الدجاج غنديروه في مقله، ومباشره غنوضعوه فوق النار. متحتاجوش انكم تضيفوا الزيت، حيت ديجا راه درت فيها شويه ديال زيت الزيتون صافي. وغنطيبوها وغنخليوها حتى تشرب مزيان داك الماء اللي طلقات، حتى ينشف لينا داك الدجاج مزيان تيولي نيل على هذا الشكل صافي. ومباشره غنطفيو عليه. وهي الحشوه ديالنا واجده، كتجي على هذا الشكل. وايضا هنايا ديك الشلاضه واجده. وايضا غنحتاجو البطاطا المقليه. مباشره غنبداو نعمرو طاكوس ديالنا. هنايا غنحتاجو ايضا الصلصه الجزائريه ضروريه باش انكم تحضروا الطاكوس ديالكم وايضا تيجي بنين. هنايا اول حاجه غندير ديك الصلصه الجزائريه، غندهن بها داك الخبز ديال الطاكوس. من بعد غنضيف الحشوه ديال الدجاج، وايضا غنضيف عليهم ديك السلطه اللي حضرنا ديال الخس والطماطم والبصل. وايضا غنضيف البطاطا المقليه، وايضا غنضيف صلصه الاندلس حتى هي تعطي مذاق زوين الا كانت متوفره عندكم، اولا ممكن ديروا المايونيز ولا الكاتشوب صافي. وغنسدوه بهذه الطريقه وغنديروا في المول ديال الفران، وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. من بعد ما كملتهم درتهم في الصينيه ديال الفرن، وغندهنهم بالصوص اندلس. وايضا غندير عليهم الفرماج وغندخلهم للفران حتى يتحمر الوجه ديالهم ونخرجهم. اما بالنسبه للعصير ديال الافوكادو فهو سهل وصحي. غنحتاج هنايا الحبه ديال الموز، غنضيف عليهم 2 حبات ديال الافوكادو، وايضا غنضيف شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، وايضا واحد دانون ديال البيستاش، وايضا غنضيف السكر، وفي الاخير غنضيف الحليب. وغنخلط هاد المكونات ديالنا كاملين صافي. هو العصير ديالنا واجد وغندخلوه للثلاجه يبرد. من بعد غنديرو في كؤوس ديال التقديم. فبقاو معايا اخواتي باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. بالنسبه للعصير ديال الافوكادو زينته بشويه ديال الكريمه كانت عندي، وبالمكسرات وايضا بصوص الشوكولا. وبالنسبه للكيك ديال المكسرات ايضا زينته بصوص كراميل، وديجا قلت لكم راه ضفت لي حبيبه ديال الشوكولات. وايضا هذا هو الشكل ديال الطاكوس. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. تلاقاو فيديو جديد مع وصفات جديده بصحه وراحه.